منتخب مصر بيفتتح كاس افريقيا بفوز على زيمبابوي 2-1 بريمونتادا باقدام مرموش ومحمد صلاح في الدقائق الاخيره. ويلا بينا نبدا بالشوط الاول. بدا الشوط الاول بضغط كبير من منتخب مصر وانتشار جيد للعيبه في ارض الملعب، وبتيجي اول فرصه منتخب مصر عن طريق امام عاشور في الدقيقه الخامسه من بعد تمريره من تريزيجيه بيلعبها لامام عاشور، يجي يلعبها بالعرض لكن بتيجي في الدفاع وتطلع ضربه ركنيه. وفي الدقيقه السابعه عرضيه من محمد صلاح بتوصل لتريزيجيه براسيه لكن بيتالق فيها حارس زيمبابوي وبينقذ الهدف الاول لمنتخب مصر. وفي الدقيقه الثامنه توغل محمد صلاح جوه ال 18 وبيسدد لكن بيطلعها الدفاع من منتخب زيمبابوي وبينقذ برضه الهدف الاول لمنتخب مصر مره ثانيه. وفي الدقيقه 10 تسديده مروان عطيه بعد ما الكره ارتدت من الدفاع ولكن بتعلى فوق الثلاث خشب. في الدقيقه 12 عرضيه من محمد صلاح بيلعبها لامام عاشور اللي بيحاول يحط الكره من لمسه واحده لكن بتعدي من جنب القائم الشمال. في الدقيقه 21 منتخب زيمبابوي بيقدر يسجل الهدف الاول من بعد عدم ضغط من حمدي فتحي ومحمد حمدي. بتتلعب تمريره للمهاجم اللي بيلف بحسام عبد المجيد وبيسدد الكره على يمين الشناوي ويسجل منها الهدف الاول. ومن بعد تسجيل الهدف الاول على منتخب مصر تراجع كبير في اداء منتخب مصر وهجمه كمان للفريق زيمبابوي في الدقيقه 26 بيتصدى لها الشناوي بترتد من ايده وكان ممكن يتسبب في هدف ثاني. في الدقيقه 34 تبديل مبكر لمنتخب مصر بيخرج فيه امام عاشور وبينزل مكانه مصطفى محمد. في الدقيقه 35 ركنيه لمنتخب مصر بتتلعب بتوصل على راس حسام عبد المجيد لكن بتعدي فوق الثلاث خشبات. وفي الدقيقه 38 تسديده قويه من عمر مرموش ولكن بيتالق برضه تاني حارس مرمى منتخب زيمبابوي وبيمنع هدف التعادل لمنتخب مصر. وفي الدقيقه الاولى من الوقت بدل الضايع عرضيه بتوصل لعمر مرموش ولكن بيسددها فوق الثلاث خشبات. وبينتهي الشوط الاول بتقدم منتخب زيمبابوي 1-0 على منتخب مصر. يلا بينا نشوف الشوط الثاني. بدا الشوط الثاني بضغط برضه منتخب مصر اللي خلق اكتر من فرصه لكن بدون خطوره. في الدقيقه 52 عرضيه من محمد حمدي لكن ما يقدرش يستغلها مصطفى محمد وتعدي لضربه مرمى. في الدقيقه 54 تسديده من عمر مرموش لكن بيتصدى لها حارس زيمبابوي. في الدقيقه 64 تمريره طويله من محمد حمدي لعمر مرموش في المساحه اللي بينطلق وبيخترق الدفاع وبيخش وبيسددها ببطن رجله بسقف الجول وبيتعادل لمنتخب مصر. وفي الدقيقه 65 تسديده من مصطفى محمد لكن بتعدي من جنب القائم الشمال. في الدقيقه 67 تبديلتين لمنتخب مصر بيخرج مروان عطيه وتريزيجيه وبينزل مكانهم زيزو وابراهيم عادل. في الدقيقه 69 فرصه مهدره من منتخب مصر من بعد عرضيه توصل لمصطفى محمد لكن بيسددها بره الثلاث خشبات. في الدقيقه 73 عرضيه من محمد حمدي بتوصل لزيزو اللي كان بيخترق ال 18 وبيلعب راسيه ولكن بتعدي برضه من فوق الثلاث خشبات. في الدقيقه 77 تسديده من ابراهيم عادل لكن بتصدى لها حارس زيمبابوي. في الدقيقه 78 تسديده من محمد صلاح لكن بتعدي فوق الثلاث خشبات. في الدقيقه 80 تسديده برضه من ابراهيم عادل لكن بيسددها بره الثلاث خشبات. الدقيقه 82 تبديل اخير لمنتخب مصر يخرج محمد حمدي للاصابه وبينزل مكانه احمد فتوح. في الدقيقه 84 انطلاقه من محمد هاني بيلعب عرضيه لزيزو اللي بيسدد الكوره اللي بتخبط في خط دفاع منتخب زيمبابوي. في الدقيقه 85 تسديده خطيره منتخب زيمبابوي لكن تعدي فوق الثلاث خشبات لمحمد الشناوي. في الدقيقه 89 تسديده من زيزو لكن بتعدي فوق الثلاث خشبات. في الدقيقه الاولى من وقت البدل الضايع الكره بتخبط لكن بتوصل لمصطفى محمد اللي بيلعب راسيه لصلاح وبيسدد ويسجل الهدف الثاني وهدف الفوز لمنتخب مصر في الدقيقه الاخيره على منتخب زيمبابوي. وبينتهي اللقاء بفوز منتخب مصر 2-1 بريمونتادا باداء ممكن تقول عليه اقل من المتوسط وفي انتظار مباراه جنوب افريقيا يوم الجمعه الساعه 5 باذن الله. وصلي على